يا صباح الورد والياسمين والعسل، شنو الأخبار؟ إن شاء الله مرتاحين. أنا صار لي فترة طويلة منقطع. إن شاء الله إن شاء الله حسوي مغامرة كلش كبيرة يا أخوان. حطلع سفرة كالعادة. وين حطلع؟ إن شاء الله سفرة للمغرب. بس شلون حطلع سفرة للمغرب؟ يعني دائما أطلع بالطيارة، هالمرة حطلع من مقر سكني بالسويت بسيارتي. هاي أغراض السيارة، هاي عدة التصوير هنا، كمبيوتر، مروحة، تخييم، هاي كلها موجودة. طبعا تارسها سيارة ترس. حخيم بالطريق، حسوي تخييم وما أعرف شو حيصير وياي. شنو التخطيط؟ ما مخطط. أول مرة بحياتي حسافر مسافة 4200 كيلو متر. يعني السفرة حتطول مدة أسبوع. يعني يا اللي يسمع يقول أنت مجنون، رايح من السويد شمال أوروبا إلى المغرب. أنا حسويها إن شاء الله، وإن شاء الله هالفيديوهات حتنزل أول بأول شي يصير وياي، شنو الرحلة، وخليكم على دراية. يعني الرحلة كلها حتصير مو بس أكل شوارع، حتصير مختلفة اختلاف. يعني فيديو حيصير فكرته جديدة، مو بس يعني أراويكم ثقافة أكل الشوارع، بس نفس الوقت حيصير ثقافة مدن، سفر، تخييم. خليك وياي. سلام. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. صار لي تقريبا 3 ساعات سياقة، فوقفت أحد الاستراحات هنا استراحة. السيارة معبية بالغراض. قلت لكم ما أخذ وياي الخيمة وما أخذ ثلاجة وما أخذ، فجعت. فقلت هلا أوقف أتريق، أسوي ريوق أو فطور. خلي نروح للسيارة نطلع الأكل. عم يجوع يا أخوان. شو السيارة ولا تتفاجئون؟ باعوا. الثلاجة طبعا، هاي شغلات التخييم، هاي جنطة السفر، هاي البطارية عندي أشحن بيها الكاميرات، وأشحن بيها هواي شغلات استعملها. مياه، يعني على مود ترس ماي، تسوي قهوة أو مياه شرب أو مياه غسل. يعني داري أغسل هذا وجهي. وشوف هنا حتى مروحة جايب إذا جو حار بفرنسا أو إسبانيا، لأن جو السويد يعني بارد، بس سمعت إسبانيا وفرنسا يقولون نار، فجبت مروحة أشغلها على البطارية يعني إذا خيم. وجايب هواي أغراض، يعني كمبيوتري وشغلات الكاميرا، سيارة ترس والخيمة يعني. فهنا بحال الصراحة ما أقدر أصور، لأن أنا عندي طباخ أقدر مثلا أقلي بيض، لأن عندي بيض وعندي كل شيء يعني. ف ما أصور هذا المكان، لأن حتى تواليت ما بيه، ظهر الصراحة خفيفة. فالمهم طلعت زبت وجبن، هذا الجبن هذا،
وعصير. كان عصير تفاحة طيب. هذا غدت عصير كوكتيل وكل شيء عجبني. فش حنسوي؟ هذا الخبز نحط زبت وجبن ونتريق وننطلق إن شاء الله إلى المغرب. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. أنا وصلت باستراحة الصراحة الثانية يا اخوان. تعبت، راس بدي يوجعني من اكلت. انا ما نايم زين البارحة، جالي ارق ونمت ساعات قليلة لان بالي السفر. فمن اكلت اريد اسوق اركز بالطريق بعد ماكو، وانا حاطة يعني على السياق الآلية، يعني السيارة تساعدني، هي تخفف السرعة، هي تمشي، هي لازم انا بس كامش السير، هي القود يعني، بس لازم امسك بالسير انه انتبه. بس قمت ما اركز وامر من شاحنات، فقلت اول استراحة تجي لي ارتاح بيها لازم، يعني ما اقدر. فشفت هالاستراحة منظر تحفة يعني. شوفوا هاي السفر من تركبون الطيارة وسافرون كل شيء بتشوفون، طبعا انتم قاعدين بكابينة صغيرة والغيم، هنا مسافرون بالسيارة، يعني تجربة من العمر انا اعتبرها. هذا ينيكل هذا ما ادري. فتدرون شو حسوي؟ والله حسويها، حجيب سرير انفخه هنا وافرش وانام، لا خيمة ولا يحزنون، يعني افرش وانام لين دايخ وانام هنا. إذا قاعد انفخ السرير اريد انام، وانام مثل ما قلت لكم على الطبيعة، كلش تعبان على مود اركز بالسياقة. ان شاء الله انام لي فت ساعة وساعتين. فهذا تخييماتي، جايب الخيمة عندي بس الاجواء جميلة ما يحتاج خيمة. افرش السرير وارتب السرير وشيت وانام. اذا كملت للسرير باعوا هذا الصورة، صارت سرير متكامل. جاي المنظر على البحر وني سويه. يلا خلينا انام على هالاجواء الجميله ومن اقعد ان شاء الله على المود انطلق. يلا باي.